الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بيكم معايا وفي فيديو جديد على قناه سوبر ماما. هنعمل مع بعض النهارده العاشوره. كل سنه وانتم طيبين وبخير، ان عاد علينا وعليكم وعلى الامه الاسلاميه بالخير واليمن والبركات ان شاء الله. فكركم وافكر نفسي كده بصيام يوم عاشوره وتتبعوه بيوم تسوعي حلوين ان شاء الله. نصوم مع بعض كده بسم الله. يوم تسوع وعاشوره يوم زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال لنا، يوم عاشوراء لوحده بيكفر السنه اللي قبليه. بسم الله وعلى بركه الله كده نصوم مع بعض تسوع وعاشوراء. ما تنسوناش في دعواتكم الحلوه، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي عليه لايك وتكتبوا لي احلى كومنت. وهنعمل مع بعض النهارده احلى عاشوراء بجد. وصفه بسيطه وسهله جدا جدا وطعمها خطير، وهنعرف مع بعض ازاي نعمل تكايه بسيطه كده علشان لو احتفظنا بكميه في التلاجة تفضل معانا. طعمها جميل جدا كأن لسه عاملينها فريش. يلا بسم الله وعلى بركة الله، ويلا بينا على الوصفة ونشوف هنعمل ايه. ده نص كيلو اللي هو الغلة القمح ده، تمام كده. وادي 4 معالق سكر و4 معالق نشا و4 معالق كريم شانتيه، ده على النص كيلو تمام كده. انا كنت غسلاه ونقعاه حوالي نص ساعه كده قبل التصوير. مهم جدا حكايه ان احنا ننقعه ده علشان ما ياخدش معانا سوا على النار ويفشر معانا بسرعه كده ويبقى طعمه جميل جدا جدا. تمام. هنضيف بقى الميه زي ما انتم شايفين كده. طبعا غسلته اكتر من مره قبل ما نقعه حلوين. بعد كده هنرفعها على النار وهنشوف كده اول ما تبدا بقى نلاقيها استوت. زي ما قلت لكم خطوه ان احنا بنسلقها الاول دي جميله جدا، بتخليه ما يغيبش معانا على النار وما يسودش معانا زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده هنطفي النار ونسيبه لغايه ما تشرب كل الميه اللي باقيه من السوا. وادي لتر ونص لبن او حليب، وادي 4 معالق سكر و4 معالق كريم شانتيه، والاربع معالق النشا انا خدت لهم كوبايه. يبقى ده اللبن اللي انا ضفته لتر ونص حليب او لبن، وخدت منه كوبايه. هقلب فيها النشا كده مع بعض. وادي الكريم شانتيه، يبقى نص كيلو الغله حلوين عليه لتر ونص حليب و4 سكر 4 نشا 4 كريم شانتيه وكيسين فانيليا. بس كده، هي دي وصفة النهاردة، سهلة وبسيطة زي ما انتم متعودين معايا. بجيب لكم وصفات سهلة وبسيطة جدا. ولو انتوا حلوين ما عندكوش كريم شانتيه او مش متاح عندنا في البيت كريم شانتيه، ممكن نضيف قشطة، ممكن نضيف وش اللبن، ممكن نعمل نشا ولبن زي المهلبية وهتبقى طعمها خطير جدا جدا زي ما احنا متعودين. الموجود هنعمل بيه. بعد كده زي ما انا قلت لكم انا احتفظته بكوبايه، قلبت فيها الاربع معالق نشا. يبقى تكت النهارده كده يا حلوين اللي هنعملها مع بعض حكايه ان احنا نسلقها، واول ما تتسلق ويفضل معاها شويه ميه كده من شوربه السليق بتاعها، الميه السوا بتاعتها، هنطفي عليها النار وهنسيبها لغايه ما تشرب كل الميه اللي معانا. الخطوه دي حلوين هتخليها تفشر كده وما تشدش مننا اللبن. عشان لو احنا عاملين كميه، شايفين اللهم بارك نص كيلو بس عامل لنا قد ايه. انت ممكن تقعديها في التلاجة عندكم كام يوم، هتبقى جوسي كده محتفظه باللبن اللي فيها، مش هتشد اللبن ولا تتكتل، هتبقى لطيفه جدا جدا. ممكن تعملوا الكميه اللي انتوا عايزينها وتحطوها في التلاجة وما بتسقع، بتبقى خطيره جدا وحاجه حلوه مغذيه لاطفالنا. هتعجبكم جدا ان شاء الله بالوصفه دي. بعد كده يا حلوين هنفضل نقلبها زي ما انتوا شايفين كده. هننزلها فيها سيوله زي ما انتوا شايفين كده سايحه شويه، عشان زي ما قلت لكم مهما قعدت في التلاجة ما تكتلش معانا. وانتوا عارفين طبعا مجرد ما بردت هي هتتماسك عن كده. ممكن تزودوا السكر وممكن تقللوه حسب ما انتوا بتحبوا التسكيره بتاعته. ما تنسوش تكتبوا لي كومنت حلو زيكم كده لو عجبتكم وصفه النهارده. ويلا اعملوا عاشوره. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم بخير. بعد كده بقى نزلتها على النار زي ما انتوا شايفين كده. وبنبدا بقى نضيف بقى في الكاسات في الكوبايات مطابق الموجود عندنا حلوين. وهنبدأ نزينها كده مع بعض. بعد ما هنفرغها كده هنبدأ نزين مع بعض بأي حاجة موجودة عندنا في البيت. مش لازم حاجة بعينها، ممكن نقدمها كده من غير اي حاجة عليها. وممكن نضيف، انا بحب الحقيقة اضيف على العاشورة الزبيب والجوز، بتبقى طعمة جدا جدا. انتوا ممكن تضيفوا فول سوداني، ممكن تضيفوا مكسرات بندق، الموجود اي حاجة موجودة. ممكن تسيبوها سادة كده.
انا ضفت اهو الزبيب ومعلقه الجوز، تبقى طعمها خطير جدا جدا. تحطوها في التلاجة بجد طعمها جميل جدا، وحاجه كده سقعانه في الحر الفظيع اللي احنا فيه ده. ربنا يا رب كده يرحمنا برحمته واجرنا من عذاب النار يا رب. اللهم بارك، النص كيلو عامل معانا كميه حلوه، يعني هتقعد عندكم في التلاجة كام يوم حلوين كده، وحاجه سقعانه ولذيذه جدا جدا. احنا كده عملنا مع بعض النهارده العاشوره، شايفين؟ اللهم بارك، حاجة جميلة جدا جدا بمقادير بسيطة زي ما انتوا شفتوا. مهم جدا معانا خطوتين عشان تنجح معانا وتطلع بأحلى طعم وأحلى نكهة. ان احنا هننقعها الأول قبل ما تتسلق، ومجرد ما اتسلقت على النار هنطفي عليها النار ونسيبها تتشرب المية بتاعتها لغاية ما تفشر كده وتشبع سوائل، عشان ما تشدش مننا اللبن او الحليب، ونقدر نحتفظ بطعم اللبن فيها كام يوم كده مهما قعدت في التلاجة. مجرد ما خرجتها من التلاجة دقايق بترجع تاني زي ما كانت. يا رب وصفة النهاردة تكون عجبتكم. شايفين؟ اللهم بارك، طعمها خطير جدا جدا ومبغبتش في السوا. ان شاء الله تجربوها كده وتقولوا لي ايه رأيكم. عملنا مع بعض النهاردة احلى عاشورة. كل سنة وانتم طيبين وبخير، وما تنسوناش كده من صالح دعواتكم حلوين. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.